أكيد الناخب الوطني الزعيم الجنرال الذي لا يتسامح مع الانضباط فلاديمير بيتكوفيتش الداهية في عالم التدريب، مستوى عالي في التكتيك، التخطيط وتنويع أنظمة اللعب في المباراة الواحدة. لديه قراءة جيدة قبل أثناء وبعد مجريات اللقاء، يدخل دوما الأشواط الأولى وحتى الدقيقة 60 بتشكيلات غريبة ووهمية تخذيرية، الهدف منها تغليط الخصوم، محاولة قراءة كل نقاط القوة والضعف لدى الفرق الأخرى في 60 دقيقة، إضافة إلى الحفاظ على نظافة الشباك ومحاولة تسجيل وإتعاب لاعبي الخصوم، ثم الزج بالأسلحة الفتاكة والعناصر الشابة مع خطة محكمة للفوز بالمباريات. أفضل ما فعل وليد صادي تجديد العقد قبل المونديال ليذهب هو واللاعبين بمعنويات عالية. بيتكوفيتش بحصيلة أكثر من رائعة، 28 مباراة مع محاربي الصحراء، فاز في 21 مباراة، تعادل في 4 وخسر 3، سجل 67 هدفا وتقبل دفاعه 22 هدفا. أهل المنتخب لكان المغرب وصل معه للدور الربع النهائي، ولم يتأهل بسبب خسارة منتخب نيجيريا التي تعتبر خسارة ليست رياضية بل حكمتها عدة عوامل سياسية وكولسة لتفادي صدام مباشر بين الجماهير الجزائرية والمغربية وقوات الأمن وخروج الأمور عن السيطرة، إضافة إلى أنه أعاد هيبة الجزائر بعدما ضاعت معها بالماضي. وصرنا نتعادل مع الأوروغواي ونفوز على هولندا في عقر دارها. أهداف العاقد مع بيتكوفيتش: نصف نهائي كان 2027 ولقب كان 2028. كل التوفيق لبيتكوفيتش وكتيبة المحاربين، والعزاء للحاقدين والعملاء والكارهين لكل ما هو جزائري. لا نامت أعين الجبناء.